الناس في رمضان نوعين، في نوع بيبص رمضان ان هو حرمان وقلق وتوتر وخوف ووجع دماغ، ونوع تاني اذكى بيشوف رمضان ان هو فرصه للعباده والتهجد وان هو يرسم طريق صح ويعمل ضبط مصنع لنفسه. وده لانك ببساطه مش محتاج انك تضيع وقت في الاكل او حتى تفكر فيه. في الفيديو ده انا مش هديك شويه نصايح، انا هديك سيستم يخليك تخلص مذاكرتك كلها في 12 ساعه، وهعرفك ازاي تستغل كل دقيقه في يومك وامتى هتنام وامتى تصحى، وهعمل لك نظامين اتنين تحفه. ولو عايز رمضان يفرق معاك فعلا ويكون نقطه تحولك للافضل، فالفيديو ده هيغير تفكيرك تماما عن رمضان. الناس نوعين، نوع بيحب يذاكر بالنهار ونوع تاني بينجز اكتر بالليل، وعشان كده احنا عاملين نظامين اتنين مالهمش تالت. بس قبل ما ندخل في الانظمه لازم نعرف مين هم حراميه الوقت ووقتنا بيتسرق في ايه ونبعد عنهم تماما. المسلسلات والسوشيال ميديا هم اكتر مضيعه للوقت، بتحس ان الوقت بيتسحب منك من 6 ل 7 ساعات في اليوم. الكلام ده تقديرا لو انت متابع مسلسلين بس، بالميمز بتاعتهم، بالفيديوهات، بالرياكشن اللي بيحصل عليهم وهكذا. كتير من 6 ل7 ساعات، ده كتير قوي. وبالمناسبه المسلسلات بتفضل موجوده طول السنه، مش بتبقى موسم وبس، لا بتفضل موجوده طول السنه، فانت ممكن تروح تتفرج عليها في اي وقت. وتشوف حتى التقييمات، مين المسلسل الكويس ومين المسلسل الاوفر ريتد ومين المسلسل الحلو ومين المسلسل اللي طلع بلح يعني وما تضيعش وقتك فيه اصلا. فعادي انت ممكن تسمع المسلسلات دي بعد رمضان، وبالاخص يعني ان رمضان بيجي مره واحده في السنه، والله اعلم هنعيش رمضان اللي بعده ولا لا، ومفيش وقت يعني مذاكرتك السنه دي، فانت عايز تخلص حاجاتك في رمضان ده، فمفيش وقت بصراحه انك تضيع 7 ساعات كاملين في المسلسلات والوجع الدماغ ده. تخيل لو فرت ال7 ساعات دولت هيرجع لك مردود 7 ساعات يوميا كل يوم. انت متخيل؟ وال7 ساعات دول بالمناسبه تقدر تستغلهم في مذاكرتك علشان مستقبلك، يعني الوقت ما بيجيش تاني بعد كده. ف7 ساعات يوميا، فانت لو حسبتها على طول الشهر فكتير، كتير قوي كمان. واول خطوه بقى ان احنا نبعد عن السوشيال ميديا تماما وعن المسلسلات تماما تماما تماما. اتكلمنا كتير يا صديقي في البوينت دي، فتعالى كده سريعا ناخد البوينت اللي بعدها. تنتن. تعالى بقى نشوف هنذاكر امتى وازاي وهننام امتى ونصحى امتى وكل الكلام ده. فيلا، لو انت من الناس اللي بتحب تشتغل بالليل، اول حاجه في النظام ده ان احنا هنبدا من بعد التراويح، وهنفضل شغالين لحد السحور. قبل السحور بساعة عشان نقوم نتسحر ونصلي الفجر وهكذا، حوالي مثلا من ساعة 1:30 لحد الساعة 4، فقدامك حوالي 6 ساعات ونص، فهم حلوين جدا. بس عايز اعرفك بس ان 6 ساعات ونص دولت هتكون مركز تماما، مفيش صوت حواليك، الدنيا هادية زي حاليا كده انا بصور والدنيا فاضية خالص، فمركز مصحصح مفوق، فهيبقوا 6 ساعات ونص بمقام مثلا سكة 10 ساعات، فاهمني؟ بس تمام، هنكمل اليوم. بعد ما تخلص 6 ساعات ونص دولت هتقوم تتسحر وتصلي الفجر، وهتنام مثلا من الساعة 6 لحد الساعة 12 يا عم، حوالي 6 ساعات حلوين. اه حلوين. هنكمل اليوم ازاي؟ هقول لك. لسه احنا قلنا ان انت هتصحى الساعة 12 يعني على الظهر، فانت قدامك من الظهر لحد العصر حوالي مثلا كمان 3 ساعات مذاكرة هتذاكرهم، وبس على كده. وبعدين تنام لك ساعة ونص كمان من العصر لحد 4:30 مثلا ولا حاجة، وقدامك ساعة قبل المغرب. فالساعة اللي قبل المغرب اللي انت هتصحاها دي انت ما تذاكرهاش طبعا. الساعة دي كل يوم خليها للعبادات بس، تدعي، تنزل المسجد، تقرأ قرآن. خصص الساعة دي بس للعبادات. طبعا يعني أهم ساعة في اليوم تقريبا للدعاء. افضل ادعي بكل حاجة بقى، كليتك، عايز تخش كلية ايه، عايز تجيب مجموع كام، عايز تطلع الأول على الجمهورية، عايز فلوس، عايز رزق معين في طريقة معينة، فادعي بأي حاجة انت عايزها. يعني انت بتدعي من ربنا، فاهم يعني؟ ملك الملوك حرفيا. فادعي براحتك. وكده التوتال انت كده قفلت حوالي 10 ساعات مذاكرة، 8 ساعات نوم. فاهمني؟ انت لو حسبتها كده فالدنيا لذيذة. المذاكرة هتذاكر لك من بعد التراويح لحد الفجر زي ما قلت لك، وترجع تنام، وبعد كده تقوم تاني تاخد لك كمان 3 ساعات من الظهر لحد العصر. فكده انت كينج كينج حرفيا. 10 ساعات مذاكرة و8 ساعات نوم، ده غير بقى صلاة التراويح والدنيا دي كلها، يعني هتقرأ قرآن. فالدنيا جميلة، الدنيا لذيذة والدنيا زي الفل. أهم حاجة، بس أهم حاجة إنك إياك تذاكر بعد العصر. كده كده انت المفروض تنام الوقت ده، ما تكسلش انك تنام الوقت ده. نامهم عشان كده كده هو وقت يعتبر ضايع. الساعة ونص اللي بعد العصر دولت انت بتبقى عطشان، بتبقى جعان، بتبقى مصدع، بتبقى عمال تفكر في الأكل، امتى هفطر، امتى كذا، تركيزك بيبقى قليل جدا. فانت بلاش، ما لهمش لازمة بصراحة. ففي كل الحالات انت هتنامهم، لان انت كده كده اصلا خلاص ذاكرت الكم المعين من الساعات اللي انت بتذاكره يوميا. تنتن. ونخش بقى على النظام التاني وهو بعد الفجر.
وده اللي بصراحة اللي أنا بارجّحه وباحبه بصراحة، علشان بتاخد اليوم كلّه، النهار كلّه كده خبطة واحدة، مذاكرة واحدة، فتحفة. النظام هيبقى عبارة عن إيه؟ هتصحى الساعة 03:00 قبل الفجر. ليه الساعة 03:00 قبل الفجر؟ هتذاكر لك session واحدة معانا إن شاء الله، وبعد كده هتتسحّر وتصلّي الفجر، وبعد ما تصلّي الفجر هتيجي تكمّل، تيجي تكمّل بقى من أذان الفجر لحد أذان العصر. هل كلّهم خبطة مرّة واحدة كده؟ هم حوالي 11 ساعة. هل هتعرف تذاكر كل ده؟ أكيد لأ، أنت معانا إحنا بنشدّك، بنذاكر مع بعض وبنظام البومودورو 100 دقيقة مذاكرة، 10 دقايق break، 50 دقيقة مذاكرة، 10 دقايق break، على حسب إحنا هنشوف هنضبّطها إزاي. بس وده الوقت اللي أنا بارجّحه، ليه بقى؟ عشان أنت كده إن شاء الله بتبقى وقت الامتحانات بتاعتك بيبقى في الوقت ده، لو أنت في الثانوية، ولإن المعظم حاليًا في الثانوية اللي بيسمعني حاليًا، فأنت وقت امتحاناتك بيبقى في الوقت ده، سواء أنت في الكلية، في الثانوية، في أي حاجة، فأنت بتمتحن في الوقت ده. فالوقت ده عوّد نفسك إن أنت تكون فايق فيه ومصحصح والدنيا بالنسبة لك فُل الفُل. فكده أنت بتدرّب مخّك إن هو يكون فايق ومصحصح في وقت الامتحانات. وكالعادة هننام الساعة ونُص اللي بعد العصر، هي قيلولة كده، دورة نوم كاملة، وتصحى زي النظام الأولاني إنك هتفضل من قبل المغرب بساعة لحد المغرب تنزل المسجد، تدعي، تقرأ قرآن، تدعي بقى كتير زي ما قُلت لك، ادعي، 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 يعني أنت بتدعي من ربنا، فاهم؟ خلّصت ال11 ساعة مذاكرة، لإن أنت شطور صاحي من الساعة 03:00 وما خدتش break بس غير الساعة اللي هي بتاعة السحور والفجر، فأنت كده شطور جدًا وعمّال تاخد بريكات كبومودورو. هتعمل إيه بعد ما تصحى ال11 ساعة دُولة؟ هتنام. هتقول لي هانام إمتى؟ هاقول لك أنت كده هتفطر وتصلّي التراويح وتقعد مع أهلك ما بين المغرب للعشا، ما تذاكرش فيهم، كده ما فيش وقت. فأنت تفطر وتروح تصلّي التراويح، وأمّا تيجي على طول أنت كده أصلًا قتلان نوم، هتموت وتنام. فأنت لو نمت على النظام ده فهتلاقيك نمت بتذاكر 11 ساعة في اليوم و8 ساعات نوم تقريبًا، حلو أوي. والباقي بقى يعني شوف بقى هتعمل إيه، الدنيا لذيذة فاهمني؟ فده كده النظامين. المهم سواء في النظام ده أو النظام ده ما تقومش من على سجادة الصلاة، سواء صبح اللي هو الفجر، ضهر، عصر، مغرب، عشا، أي صلاة تصلّيها ما تقومش من على سجادة الصلاة غير لمّا تقرأ وِرد بتاع القرآن. وِرد كام بقى على حسب أنت عايز تختم القرآن كام مرّة، أنت ومقدرتك، أنا مش هاحدد لك حاجة معيّنة، بس خلّيها عادة من أول رمضان بعد إذنك، بعد إذنك، بعد إذنك ما تقومش من على سجادة الصلاة غير لمّا تقرأ وِرد القرآن. بس ده غير الساعة اللي قبل المغرب اللي أنت تفضل تدعي فيها ربنا إن هو يبارك لك في وقتك، يبارك لك في مذاكرتك، الكلام ده كلّه. أوكي، كده بقى إحنا عرفنا النظامين، هتذاكر إمتى وإزاي وفين وهتنام إمتى وتصحى إمتى والكلام ده كلّه. أنا بقى كعمر هاساعدك إزاي؟ أنا يا عم باضحّي، هافتح لك live لمدة 30 يوم من بعد التراويح لحد قبل الفطار بساعة. اللي هو أنت هتروح فيهم المسجد أو تدعي أو تقرأ قرآن. فسواء مشيت على النظام ده أو النظام ده، أنت كده معايا في الوقت ده، فأنت تيجي تذاكر معانا. سواء أنا موجود أو مش موجود، أنت هتيجي هتلاقي ناس بتذاكر، فهنذاكر سوا كلنا وهنخلّص اللي ورانا. فده offer حلو بالنسبة لك، مش هتحس إنك لوحدك طول رمضان. فأنا معاك، معاك لا تقلق، لا تقلق، لا تقلق يعني، وربنا يجعلني سبب إن أنت تذاكر وتخلّص دنيتك وتلم المتراكم اللي عليك. مش باقول لك أنتم ولاد خالتي، والله أنا باحبكم في الله. وآخر حاجة بقى إنك لازم تحافظ عليها الصدقة. تصدّق ولو بجنيه واحد كل يوم، ما تصدّقتش بيوم خلّيهم 2 وتصدّق ب2 جنيه كل يوم، اليوم اللي بعده، وهكذا. يا عمر أنا مش عارف ما ينفعش أدّي حد جنيه، ما ينفعش أدّي حد 3 جنيه، ما ينفعش أدّي حد حاجة يبقى شكلي وِحِش وبتاع، في applications كتير أوي للحوار ده. حوار الصدقة لو بجنيه واحد بس عادي متاح. فنزّل أي application من دُولة وحاول تتصدّق ولو بجنيه واحد بس كل يوم، بنية إن ربنا يبارك لك في وقتك، وإنك تذاكر، وإنك تنجز، والشيطان ما يضحكش عليك ولا يلعب في دماغك، وإنك تقضّي رمضان أكنه آخر رمضان ليك. وقبل ما نكمّل بقى، فخلّينا عارفين إن زكاة العلم صدقة. فأنت لو تعرف حد صاحبك، حد محتاج إنه يسمع الكلمتين دُولة، حد عايزه يلتزم معاك، حد هتساعده في الموضوع ده، فما تتكسّلش إنك تبعت له الفيديو. وزكاة العلم نشره، ودي يعتبر علم. فلو شايف إن الموضوع ده هيفيدك أو هيفيد غيرك، أتمنى ما تكسّلش وتبعته للناس والناس تلتزم معانا. أنت ونصيبك بقى، وكده هتاخد ثواب، فعادي.
أوكي، أنتم كده ولاد خالتي، بالحب يعني نفعني وانفعك وكلنا ناخد ثواب واحنا داخلين على ايام مفترجه. فشكرا جدا ليك، وما تنساش مواعيد رمضان انها كل يوم من بعد التراويح لحد فطار تاني يوم. فانا كده كده معاك ان شاء الله، ومش هروح في اي حته، وموجودين مع بعض. وخلينا متفقين برضو انك مش لازم تختم قرآن 10 مرات او تذاكر 20 ساعة يعني. لا، كل ما بتتعب في حاجة او المعلومة كل ما ربنا بيكرمك. واجعل نية المذاكرة اللي انت بتذاكرها دي ان هي ثواب، وانك تنفع بيها الناس، وعشان كل ده يترجم لثواب. يعني ال10 ساعات او ال11 ساعة اللي هتذاكرهم في اليوم يترجموا لثواب في الاخر. فما تنساش تعمل كده. وبالله بالله بالله الساعة اللي قبل الفطار، اللي هي قبل المغرب، خُدها في الدعاء بس. الموضوع مُريح جدًا، وأنا باحبكم جدًا والله، والفيديو ده اتعمل مخصوص عشانكم. فشكرًا جدًا، شكرًا جدًا إنك بتسمعني لحد هنا. ولو أنت موجود معانا فبالله عليك اعمل subscribe، وما تنساش تدعمنا بأي حاجة. كومنتات بقى كتير، 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 كتير. وشكرًا جدًا ليك. والكلمة الطيبة صدقة، برضه غير إنك هتنشره، فالكلمة الطيبة صدقة. فخُش في الكومنتات اكتب لي أي حاجة. وإن شاء الله رمضان ده يكون هو البداية ليك للَم المتراكم. واكتب لي في الكومنتات أنت من team بالنهار والّا team بالليل عشان ألتزم معاك وأصحى في الوقت اللي أنتم فيه. وإن شاء الله هنلتزم وهنكمّل مع بعض إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين يا رفاق. وكالعادة أنا عمر أبو رزق، وباتمنى لك حياة خالية من الخوف والقلق والتوتر، ويا رب تحققوا أحلامكم. دمتم بخير.